يا رب تكونوا بخير حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بالنسبة لرجب. بصوا حبايب قلبي، النهارده هنعمل شوية رز جمال جدا بالطعامة والشكل والحلاوة والريحة الجميلة دي. تعالوا كده اقول لكم اتعملت ازاي. وعملنا حاجات حلوة كده برضو، وحطينا فيها طبعا اي حاجة بتحبيها تحشيها. فاتفرجوا على الفيديو وتابعوني وهيعجبكم جدا. ماشي، يلا قول لهم ايه. تابعوا الفيديو بتاع تيتا، وان شاء الله هيعجبكم جدا وهتشكروها على الحاجات اللي عاملاها دي، وهتستفادوا كتير جدا جدا من حاجات بسيطه ماليه البيت خير. ماشي حبايب قلبي، يلا بقى تعالوا معايا شوفوا ايه المقادير والحاجات اللي احنا عملناها. باي، راجعين تاني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. بصوا، طب بصوا بقى الحته الجميله دي، يلا وريها. بصوا سخنه. لهم بصوا سخنه. بصوا جميله ازاي. يلا لهم كده، يلا. مش هتعملي ايه؟ خلاص يا لوجي، قولي تابعوا الفيديو وان شاء الله ايه. يلا واشوفكم على خير حبايبي. دلوقتي هبتدي احط الخميره اهو باذن الله كده اهو. وبصوا انا كنت حاطه حبه يعني زي معلقه كده صغيره من باكو تاني، وميه دافيه خالص 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 كده، ما تبقاش سخنه خالص عشان كتر السخونيه بتبوظ الخميره. وابتدي احط بصوا معلقتين وشويه سكر اهو. السكر ده مهم قوي قوي قوي، بينشط الخميره. طبعا انا بقول لحبايبي اللي هم مبتدئين، يعني اللي هم طبعا لسه مثلا عرايس جداد، ملهمش في العجين. يعني طبعا اما كبار اللي هم ما شاء الله اتعلمنا منهم دول، فما شاء الله احنا لغايه دلوقتي بنتعلم منهم برضه. بص يا حبايبي اهو كده حطيت الخميره وابتدي اقلبها واركنها بقى ايه على جنب. بصوا اللوجه بقى كانت خرجت وجت ومش عايزه تسيبني خالص، عدالي. هتعملي ايه يا تيتا؟ قلت لها هعمل لك احلى قرصه يا لوجين. قالت لي طب اعملي لي حاجه حلوه. طب قلت لهم حاجات حلوه ايه؟ بصيت لقيت بقى البنات ايه، اعمل لنا حاجه حلوه يا تيتا، اعمل لنا حاجه حلوه يا تيتا. بصوا حبايبي، بالنسبه اتكلم بس في العجينه عشان ما ننسوش المقادير. انا حطيت لبن بودره وحطيت حبه ملح وهحط زبديه وهحط الخميره. وهنا مثلا ايه قد مثلا بصوا قد ايه 3 معالق سمنه كده. طبعا لسه هنحط واحده في الاخر برضه. وهحط حبه زيت صغيرين. دي كده بالنسبه للعجينه اللي هي ايه بتاعت القرص. طبعا دي منها مثلا انت ممكن تحشيها، وممكن انت تاكليها مثلا كده فاضيه براحتك. بس كريحه وطعم بقى وكده ان شاء الله تجربيها هتدعي لي باذن الله. لوجي بتقول لكم اعملوا لايك، ما تنسوش اللايك. سرحتوا ليه؟ بصوا حبيبي، ببتدي اقلب بقى العجينه كده على الايه، الحاجات الجافه دي كلها فيها. ولو عندك حبه بيكنج باودر حطي. انا حطيت في الدفعه التانية بصراحه، فضلني في المره دي انا نسيت. بصوا حبايبي، كل حاجه بقولها لكم بصراحه في سبيل نبقى احنا ايه صادقين مع بعض يعني. اهو بصوا هبتدي بقى اخد ايه الخميره انزل عليها برضو على العجينه اللي احنا حطينا فيها السكر والخميره. طبعا عشان انا مجربه الخميره ده كتير، النوع ده حلو جدا، فانا عارفه اللي هي يعني ايه. ما استنتش اللي هي يعني تنشط وكده. اما بالنسبه لو بتجربي الخميره حطيها الاول واستني عليها، اول ما تعمل ريم كده وعملت يعني خمرت كده شويه في قلب الكوبايه او الحاجه اللي انت حطاها فيها، اعجني على طول تعرفي اللي هي كويسه باذن الله، في سبيل حاجتك ما تبص وكده. اهو بص انا قلبت كده حبه تقليب شويه اهو. بعد كده انزل بقى بالحاجات السايله. طبعا انا هحط برضو الزبدية اهي، جابوها لي بس كانت موجودة برا. وابتدي برضو اقلبها وهو مع اللبن بقى اللي هو، بصي عندك لبن رايب حطي، عندك مية شرشة حطي، ما عندكيش ده ولا ده جيبي لبن وحطي عليه معلقة خل هيروب معاكي، وعجيني بيه برضو. يعني متوقفيش على حاجة بإذن الله. طبعا انا حطيت اهو حبة كده عشان عندي مقدار كبير، هعمل مقدار تاني بإذن الله. بصوا حبايبي، رحت اشتري دقيق، اتصدمت بقى. يعني انا كنت جايباه ب20،
فجأة قالوا لي لا ده بقى 22 وبعد دلوقتي 24. فلو عندكم بقى بنفس الأسعار قولوا لي وكده. أنا كل يوم يعني أنا بروح أشتري الحاجة مبقاش فاهمة يعني إيه. أبص ألاقي الراجل بيقول لي أسعار تانية خالص. وطبعا باخد دي من حاجات كتير بقى كرز سمنة سكر أي حاجة أي حاجة بقت بأسعار تانية خالص. ربنا يعيننا على اللي احنا فيه يا رب كده ويوفقنا. فأنا قلت بقى حبة قرص بقى إيه بيساعدوا عشاء بيساعدوا فطار بيساعدوا العيش اللي بيجي وبيخلص بسرعة ده. طبعا العيش بيجيبي كل 3 أيام فبيخلص. فهتجيبي بقى منين ما كل بيت عنده اللي يعني على قده كده. لما بتعجني حاجة في البيت كده بتظبط الحال شوية يعني. بص العجينة برضو اهي دلوقتي بص بقول لكم انا بخدمها اهي وانا بتكلم معاكم اهو. اهي بصي اتلفت معايا بسرعة خالص. هبتدي بقى احطها في الارض كده معلش يعني انا اسفة في كلمة معلش دي. يعني عشان انا ايدي برضو متعبة يعني تعبانة شوية. هنزلها كده في الارض شوية واديها كده لفتين 3. اهو بصوا اهي نزلتها اهو. هي نعمت وجميلة بس انا برضو بخدمها اكتر يعني. اهو بص يا حبايبي هي ما شاء الله حلوة كده قلت لهم بقى انزلوا لي بمعلقة سمنة كده. وابتدي بقى اقلبها فيها كويس قوي وخلاص على كده. هنا بقى بتسيبيها تخمر معاكي لمدة ساعتين. ساعة ونص على حسب الايه الوقت اللي انت فيه يعني. لو الوقت ساعة ولا حاجة دفي الفرن وحطيها جنبها. بس بعد ساعة من خمرها يعني. جاية اشيلها بقى وعاملة بقى بطلة بقى وارفعها معاكم ما قدرتش. ما قدرت تقيلة على ايدي بصراحة. بس هي بصوا مخلية ايه جميلة وناعمة ازاي. اهو يا حبايبي انا كده خلصتها خالص اهو. ببتدي بقى ارصها معاكم اهو. بس بتتقطع بسهولة جامدة قوي 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 كده. وطبعا من غير ميزان ولا حاجة ايدك طبعا هي عيارها وكده. لا والنهاردة ايه طلبوا مني ياكلوا حاجة حلوة طب اقول لهم ايه حلو طبعا. ما انا هعمل لكم عشاء. لا يا تيتا برضو عايزين حاجة حلوة. فنجيتوا الحق بقى اخترعت لهم حاجة كده بس تابعوني في الاخر هتشوفوها وهتعرفوا. والله العظيم طلعت جميلة تحفة تحفة تحفة. احنا دلوقتي بقالنا ايه 4 ايام عندنا الحاجات دي في الفريزر والله العظيم يمكن لسه عاملاها. تابعي انتي بس الفيديو كده وان شاء الله هيعجبك. وما تنسوش بقى اللايك انتوا سرحتوا ليه معايا. اللايك بقى والشير وفعلوا لي الجرس في سبيل يوصلكم كل جديد بإذن الله. طبعا أسعار الخضار طبعا الحاجات اللي هي بتاعت سوبر ماركت طبعا دي بقت سعر تاني خالص أما الخضار والحاجات دي كلها. طبعا كل حاجة برضو بأسعار يعني البسلة ب30 و25 معرفش عندكم بكام. آه الحاجات كلها والقلقاس ب30 جنيه الكيلو. فربنا يعين الناس ويعين اللي معاهم عيال ويعين اللي ما عندهم في مدارس. والحمد لله ربنا يعيننا كلنا بإذن الله حبايب قلبي. بس طول ما انت بتعملي خير في البيت برضو هتظبطي حياتك ودنيتك وكده. لا البنات فرحانين جدا بقى وبعتهم جابوا بسطرمة. وجبنة موتزاريلا وكده وانا كان عندي شوية فلفل وشوية طماطم في البيت وحاجات من دي. عملت لهم احلى عشاء. والله بص احنا ما كلفناش عشاء اليوم دوت بصراحة كان بصراحة كأني جايبة ايه. عارفين الاوردرات اللي بتيجي من بره دي والله اطعمه احسن. جربوا بس الطريقة دي كده اي حبة دقيقة عندك قومي اعجنيهم. واعملي بيهم اي حاجة عندك في التلاجة احشي اي حاجة بقى. لو عندك حتة فرخة صغيرة بايتة ولا حاجة. ممكن تعمليها زي شاورما وتحشيها. لو عندك حتة لحمة مفرومة برضو بقت منك. آه طبعا البسطرمة غالية وكل ده بس احنا ساعتها يعني ايه ما كانش عندي بقى بصراحة صدق ولا حاجة. فقلت ما فيش مشكلة كني اشتريت عشاء من بره. اعملها لكم بالبسطرمة يعني. بس طبعا مش هخليهم ياخدوا على كده. الحمد لله على كل حال برضو الحمد لله. بصي والله بصي ما شاء الله يعني عملت معايا شوية قرص كتير كتير. ده حتى العشاء كف عشاء وفطار الحمد لله. لا وعملت الحلو كمان. تابعوني بس هتشوفوا ايه الحلو اللي عملته. انا مش عايزة بس اللي انا اقول لكم كده عشان تشوفوا بقى الفيديو للاخر وتشوفوا بقى انا عملت ايه احلى حلو عملته. بصوا بتتبطط بسهولة جميلة ازاي بصوا حبايبي اهي بصوا. حلوة حلوة قوي كمان. وبرضو التقطيعة اللي انا قطعتها دي نفعت العيش يعني انا ما عملتش
يعني للعشاء اللي انا كبرت العجينه ولا حاجه، لا بنفس الطريقه، وجيت فردتها، وهتشوفوا بس تابعوا كده. تابعوني بس، انا بشدكم في اللي انتوا تتابعوني عشان برضه هتستفادوا كتير باذن الله. بصوا جميله جميله جميله، والله العظيم كان يوم كده. عارفه البيت اللي بقى كله دفى دوت وخير بتاع زمان. لا يعني عارفه الساعه دي، اعملي بقى بطاطا، اعملي اخبزي، اعملي حسنة كيك، اعملي اي حاجه دفي بيتك بطريقتك. او بص يا حبايبي، بفرد لكم بقى الايه كده. بقى دخلت على العشاء كمان، خلوني سبت القرص على جنب بعد ما عملت صينيتين ثلاثه كده. قالوا لي لقيتي تعملي لنا بس العشاء عشان ايه يلحق يطلع من الفرن. او بصوا البسطرمه، وبرده شويه جبنه وشويه فلفل كده، بقول لهم هاتوا لي الفلفل والطماطم، وانا قلتها لهم. زي الحواوشي. اه زي الحواوشي كده. بصوا ساره بتقول لكم زي الحواوشي. لا بس كان ايه رايك يا ساره في طعمه؟ تحفة. لا حقيقي والله العظيم كان تحفه بحق ربنا. بصوا يا جماعه، كنا جعانين وهي عمالة تعمل في قرص. طب احنا هنتعشى قرص بس يعني of course not يعني. لا طبعا، ما انا بس قلت بس الفرن يسخن واللي كده، في سبيل ما اعمل الحاجات التانية دي تحمر بسرعه وتطلع وكده. طبعا انا بقول لهم كده عشان يسهروا معايا، طبعا انا بضحك عليهم. ما انا لو انا عملت الحاجات دي هياكلوا ويقعدوا لي على السرير كل واحد ماسك الموبايل، وانا بقى يلا بقى اقفي يا تيتا. فانا سايباهم واقفين حواليا بقى مستنين الفرج. عارفين الفرج دوت اللي كلنا مستنوه؟ ربنا يدينا على طول الفرج يا رب. هم كده بقى كانوا مستنيينه. مش عارفه ليه سموه فرج، يعني ما سموش اي اسم تاني، بس هو عشان فرج من ربنا باذن الله. ربنا يفرجها علينا كلنا يا رب. والله العظيم كان تحفه يعني تحفه تحفه. لا لا، دي حاجه بجد ما ناعمه كده وجميله وسهلة. وسهله وبسيطه. لا لا، تحفه والله، صح. طعمها كان تحفة. والله يا كأنك جماعه، عاملة حواوشي في والله يا البيت جماعة لو بالظبط. جبتي كيلو ونص دقيق وجبتي حتة لحمة مفرومة وانتي عملتيهم في بيكلفوا. بس انا لو عملتهم بره بيكلفوني اكتر. وطبعا العيش مش زي ده خالص. ده عيش كله غذا، يعني واخد له لبن بودرة، واخد زبادي، واخد شوية لبن. يعني مش شرط لبن شرش ولا لبن رايب يعني. بصوا حطيت لهم برضو الجبنة من فوق لا دلعتهم المرة دي. بصوا حبايبي، بقول لكم دلوقتي ايه اللي انا عجنت تاني وخمرت اهي. لا ولوجي بقى جت. بصوا حطيت بصمتها. عماله تفرد معي والله العظيم، بتعرف برضه ما شاء الله عليها جدعه. اهي بصي بتحطي لي شويه دقيق. جدع يا لوجي جدع. انا بشجع برضه العيال الكبيره والصغيره في سبيل ايه يتعودوا على المطبخ وعلى العمايل وكده. والله انا عندي ساره ما شاء الله، يعني بتقف في المطبخ تعمل كل حاجه. علموا بناتكم يا جماعه، ما تسيبوهمش اللي هم كده يتعلموا في بيت زوجاتهم. أزواجهم. ازواجهم. ايوه ازواجهم، اه طبعا. كانت امي تقول لي ما كنتيش تتعلمي في بيتك في بيتي وفي بيت باباكي وفي بيت اهلك، هتتعلمي فين؟ تعلمي هنتجوز. عنده عشان تقعدي تبوظي بقى ويقول لك لا دي جايه لي بقى مش فاهمه حاجه. لا لا يدوقوا. طبعا، لا هو يدوق بقى. واخدني على الحلوة بس احنا هنعيش على الحلوة وعلى المرة. اكيد طبعا يدوق عليا. المرة بقى. لا لا، يدوق الموده والرحمه. اللي انت تبقي خايفه عليكي لا على الأكل بيتك. المر بقى. لا لا لا، ان شاء الله هو مش تعملي اللي كل حاجه. كده هيحب أكل حلو بس ووحش. حبايبي بقول لكم بصوا الطبق دوت بنفس عجينه القرصه بقد المقاس بالظبط، طلعت العيش كده. طلع جميل قوي، ما بقاش كده يعني. طبعا عشان البسطرمه خفيفه وكده ما كانش ينفع اتخن العيش واخليه كده تقيل يعني. بصوا الجمال. لا لا، بصوا بقى لا انا بصوا عايزاكم تجربوا الموضوع ده. لا موضوع كبير قوي. هو قوي يعني. لا والله كان ايه كان كان كبير. تحفة. كان موضوع، لا ما كانش سهل والله العظيم، كان تحفة لا كان روعة. تحفة ده ما ايه. نزلش في بطني، ده نزل في قلبي. نزل لا انا عملت بس بقى الحلو، دخلنا على الحلو بقى يا جماعة دخلنا. قولي لي بقى عملتي ايه الحلو. بصوا بقى، كانت طبعا الابلة سارة والابلة رودينا جايبين لي علبة كده فيها ايه نوتيلا. نوتيلا. اسيبها والله ما سبتها، ما انا برضه مش هكلف بقى من بره تاني. قلت لهم بس هي اللقمه دي طريه وجميله، انا هعملها لكم برضه ايه الحلو هو ده، ومش هشتري حاجه تاني خالص، كفايه عليها البسطرمه. البسطرمه يا جماعه ب 450 جنيه الكيلو. فعشان اجيب انا كل شويه ب 60 جنيه ب 60 جنيه، لا كان كتير، بس برضه
احلى ما كنت جبت اكل جاهز. ولو هنلف كنت نلف ونقول كان أحلى. لا كان احلى. ولو كنت جبت جبن برضو كان هتبقى غالية، عشان مش هتجيبي جبنة نوع واحد، كده. هتجيبي بقى فول وهتجيبي جبن وهتجيبي كل حاجة جنبها وتجيبي بيض، هتلاقي نفسك برضو كلفتي نفس الموضوع. بس لما تكلفي بقى بحاجة تجيلهم مفاجأة وطعمها حلو، يبقى مش هتستخسري فيها. عارفة بيقولك ما تستخسريش ده في، بس في الحاجة الحلوة طبعا. والله العظيم دي يعني ما انا شافتش من جوه خالص، والله كانت طرية وجميلة، وكانت بتبز وتلز كده، عارفين لا كانت حلوة أوي. طبعا هي دي مش عجينة اللي هو كروسول وكده، بس عشان العيش طري وجميل واللقمة جميلة كده وقرصة كده عاملة زي شبه الكيكة شوية من جوه كده طرية، فطبعا بقت جميلة قوي قوي في الحشو اللي هو الشوكولاتة دوت كانت أشبه بالباتيه يعني. ما هي زي الباتيه. هي باتيه بس صغير، اه بس مشبع يعني. لو عملت لهم يعني بصي القرصة طبعا بقسمها على اتنين، يعني بص المنظر، لا وبصوا بقى الجمال بقى، اتفرجوا بقى، انتوا اللي هتحكموا بقى، انتوا اللي هتحكموا وهتقولوا وهتبصوا. انا عايزة الفيديو ده يوصل لأكبر عدد كده يشجعني، اللي انا كل يوم اقوم اعمل لكم حاجة. أي نعم هتدفع فلوس وهي عمالة تصوت الأيام دي، بس مش لا مشكلة. مش مهم الفلوس، المهم الواحد يبصوا يعني يلاقي تشجيع كده من حبايبه، هتلاقيه نفسك ايه، اتشجعتي وقمتي وعملت. طب ما انا بعمل اكل كتير مش بصوره، طب ما انا ساعتها هصوره ليه؟ عشان في تشجيع من حضراتكم يعني، وحبايبي حبايبي والله. اللايك والشير، ها يا جماعه يا جماعه ما تنسونيش والله العظيم، بس بقول لكم. والاشتراك. لا تحفه والله العظيم، كانت جميله. مش انتي لسه مدياني منها؟ اه والله. كانت جميله والله. بص بقول لكم ايه، بص لوجه. اشتركوا عشان عيلتنا تكبر معاكم ونبقوا مع بعض في كل خطوة. باذن بإذن الله ان الله. شاء الله. اللايك بس تقول لكم ايه، بصوا كفايه اللي هي لوجه بتقول لكم بصوا. جميله يا لوجي جميله، ربنا يحميكي يا رب ويخليكي لباباكي يا رب، ويخليكي يا ساره انتي وردينا يا رب، وينجحكم كده وينجح بناتنا كلنا يا رب. وبصوا الجمال، لا بصوا القرصه وجمالها. تخيلي بقى كوبايه شاي بلبن كده، مش شرط تجيبي جبنه يا جماعه، ولو جبتي جبنه يبقى خير وبركه طبعا. بصي مع كوبايه شاي بلبن تبقى فعلا فعلا تيتا جميله أصلا جميله. جهزت الشاي بلبن، ده في ساعتها انا قولي لي مستنتش. بص ما استنيتش، قالوا لي لكم اللايك اللايك يا جماعه حبايبي. ان شاء الله هتعملوا لي 100 لايك ولا 1000 والاشتراك. لايك والاشتراك بقى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا باي باي.